أنتون شوغور بالنسبة لي من الشخصيات النادرة اللي تحس أن السينما خلقت فقط على جالها. من أفضل التجسيدات اللي لم يكن أفضل لشخصية سايكوباثية مجردة من إنسانيتها. حتى الفيلم نفسه No Country for Old Men أبسولوت سينما من عام 2007 ليربح أوسكار أفضل فيلم. إخراج الأخوين كوين، مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب كورماك مكارثي، كاتب ممتاز اللي قدم لنا أيضا شخصية شريرة اللي ما قدر حتى واحد أنه يجسدها في فيلم، جورج هولدن، اللي لو تكلمت عليه في فيديو ممكن يوتيوب يحذف القناة. هناك اختلاف بين شخصية أنتون في الرواية وفي الفيلم. راح أركز على الفيلم كونه فيه تجسيد واقعي للشخصية. لعب هذا الدور الممثل الإسباني خافيار باردم اللي قدم فيه أداء ممتاز ليربح عليه أوسكار. تكساس في الثمانينات، بعد فشل عملية تبادل المخدرات وخروج عن السيطرة في الصحراء، وجد الصياد لويلين موس في مكان قرب الحادثة حقيبة موجود فيها 2 مليون دولار، ما يعادل اليوم تقريبا 7 مليون دولار. طبعا يأخذ لويلين الحقيبة بلا ما يفكر في العواقب. يرسل الكارتيل أنتون شوغور لاستعادة المال المسروق، وهنا تبدأ قصة المطاردة الدموية. مباشرة في بداية الفيلم أنتون يتم القبض عليه، وهو أول شخصية رئيسية نتعرف عليها. ومن بداية الفيلم يقدم لنا أنتون على أنه شخص راح يسبب مشاكل كبار، حيث لما يكون الشرطي اللي قبض عليه يتكلم في الهاتف أنتون يتسلل وراه ويخنقه في مشهد صادم وتقديم مرعب للشخصية. نشوفه كيف أنه يخنق في الشرطي بكامل قوته حتى أنه ذبحه، وهنا هي أول مرة نشوفه وجهه، وكيف أخذ نفس بعد ما قتله. بعدها راح نحل أصفاد بكل هدوء وغسل يديه، ونشوف آثار حذاء الشرطي في الأرض من شدة الخنق، ونشوف أيضا أنتون يرفد سلاحه الغريب. وبعدها يجي مشهد مباشرة بعد هذا، أنتون يوقف شخص في طريق خالية مستغلا سيارة الشرطة ويطلب منه أنه يخرج من السيارة. وهنا نشوف كلوز اب لوجه أنتون. أول حاجة تنتبه لها هي قصة شعره الغريبة، اللي متأكد أنه الحلاق اللي حفف له كانت هذه آخر تحفيفة ليه. وحتى أنه وجهه شاحب ومرخي، تحس أنه في حاجة غلطة. حتى نبرة صوته الهادئة اللي يبقى عليها طول الفيلم. يطلب أنتون من الرجل أنه يبقى ثابت. Will you hold still? بعدها يحط المسدس على راسه، وراه ياخذ أنتون سيارته. حتى الآن قتل أنتون شخصين بريئين، وهذا في أول 5 دقائق من الفيلم. واحد وقف في طريقه وواحد احتز سيارته به يكمل طريقه. ونشوفه أن نقتلهم بكل برودة وفي أماكن مفتوحة بلا ما يخاف العواقب أو أنه يتم القبض عليه. واختياره لذاك السلاح كابتيف بولت بيستول اللي يستعملوه في الواقع على المواشي، يبين أنه أنتون يشوف الناس كقطيع فقط. المشهد اللي بعده اللي راح نشوفه فيه أنتون هو مشهد محطة الوقود، اللي بالنسبة لي أفضل مشهد في الفيلم، اللي دخل المشاهد في جو الفيلم. أكثر حاجة عجبتني فيه هو الهدوء المزعج، حيث أنه لا يوجد أي موسيقى أو مؤثرات صوتية، وهذا ينطبق على كل الفيلم تقريبا. وكيف أنه صاحب المحطة دار غلطة حياته يسأل أنتون سؤال خلينا نقوله فريندلي، أنتون ينزعج ويبقى يسأل فيه أسئلة غريبة مثل متى ينام في الليل. وفي نفس الوقت التوتر يزيد شوي شوي، بدأ تحس نوع من الكرنج، ويجبد أنتون عملة من جيبه يرميها في السماء ويغطيها. I don't know. I couldn't say. يطلب من صاحب المحطة أنه يخمن على أي وجه سقطت عليه العملة، لكن الرجل يتردد طبعا لأنه ما هوش عارف على من راه يراهن. لكن أنتون يعود يسقسيه ويقول له أنه ما يقدرش يخمنها في بلاصتو. بعدها يقول له أنه حياتك كامل وصلتك لهذه اللحظة. It wouldn't be fair. I didn't put nothing up. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. You know what date is on this coin? No. 1958. It's been traveling 22 years to get here. And now it's here. And it's either heads or tails. And you have to say, call it. Well, look, need to know what I stand to win. Everything. How's that? You stand to win everything, call it. بعدها صاحب المحطة يخمن. All right. Heads then. ويجيبها صح. Well done. يعطي له أنتون العملة ويقول له أنه ما يحطهاش في جيبه باه ما تخلطش مع العملات الأخرى لأنها عملة الحظ تاعه، ويروح. صراحة المشهد يسبب لي قشعريرة كل مرة نتفرجه. الحاجة اللي عجبتني فيه أنه تحس بثقل الصمت، ويخليك تحس بالتوتر اللي يجي من عند أنتون، حيث في هذا المشهد مازال الفيلم يقدم لنا في الشخصية على أنه شخص ما تقدرش تتوقع الخطوة القادمة اللي راح يديرها، وأنه ممكن يقتل أي واحد جاي في طريقه.
واللي عجبتني هنا أنه قدم فرصة للرجل على أنه هو اللي يختار القدر تاعو 50-50 مثله مثل تو فيس من باتمان. نعرف أنه أنتون يبرر أفعاله بفلسفة أنه هو فقط وسيلة أو كأنه هو الموت حرفيا، ويخليك تخمم هل كان راح يقتل صاحب المحطة إذا غلط في توقع الوجه اللي سقطت عليه العملة. وأيضا مشهد آخر عجبني حبيت نشير إليه، ولما يروح أنتون المقطورة اللي يعيش فيها لويلين ويكسر قفل الباب بالمسدس تاعو، ولما يدخل يلقى أنه لويلين وزوجته هربوا. يتفقد أنتون المكان، بعدها ياخذ قارورة حليب من الثلاجة ويجلس على الأريكة ويبقى جالس يرفد الحليب بصح ما يشربوش. ولقطة أنه الشرير يشرب الحليب مستعملة كم من مرة، أشهرها في فيلم A Clockwork Orange. والحليب بالطبيعة تاعو هو حاجة نقية ومتعلقة بالبراءة والأطفال، وأنه واحد شرير يشربه راح يفسده ويجرده من صفاته. ومن هذه اللقطة نعرف أنه اللي يرسل أنتون ترى غلطة كبيرة، حيث طول الفيلم أنتون ما يفرقش بين الحلفاء والأعداء. ونشوفوا هذا في مشهد لما راح أنتون مكان وقوع حادثة التبادل وكانوا معه 2 أمريكيين يتصفحوا المكان. بعدها يعطوا لأنتون جهاز تعقب للحقيبة، ياخذوا أنتون، You getting anything on this? بعدها يرفد مسدس من الأرض ويطلق عليهم في زوج كأنه عقاب ليهم لأنهم فشلوا في تحمل المسؤولية. بعدها أيضا لما تبع أنتون جهاز تعقب وصلوا واحد الموتيل، ونشوف هذه المرة جاب بندقية فيها كاتم صوت، مع العلم أنه كاتم الصوت هذا غير موجود في الحقيقة. يدخل أنتون الغرفة اللي يكون متوقع أنه لويلين يكون فيها حتى يصادفوه مكسيكيين، يقتلهم كلهم. ونعرف أنه أنتون ما يحبش يتلطخ بالدم، ونشوفوا ذلك لما يجي يقتل الرجل الأخير اللي يكون متخبي في الحمام. يغطي أنتون نفسه بالستار ويطلق عليه، وأيضا يخلع جواربه لأنهم تلطخوا بالدم، لكن يتمكن لويلين من الهروب ومعاه الحقيبة. بعد الفوضى اللي يسببها أنتون وأنه زاد عقد الأمور، يرسل كارتل كارسون ويلز اللي يعتبر قاتل مأجور محترف وأيضا الرجل المناسب لما الأمور تخرج عن السيطرة. وكما قال في مشهد مقابلته مع اللي وصفه أنه يعرف أنتون شوغور وأنه قابله من قبل وأنه هو الرجل المناسب لهذه المهمة. لكن لما يرجع كارسون للفندق اللي يكون مقيم فيه وهو طالع في الدروج، يخرج أنتون وراه. Hello, Carson. يروحوا لغرفة كارسون ونشوفوا كارسون مرتبك ويحاول يتفاوض مع أنتون ويقولوا أنه يعرف مكان الحقيبة، لكن أنتون ما يهموش المال كثر ما يهمه أنه يطبق فلسفته. وأيضا يحب أنتون قبل ما يقتل ضحاياه أنه يتلاعب بهم نفسيا ويجعلهم يأسين. ويقول أنتون كارسون جملة عجبتني بزاف: If the rule you followed brought you to this, of what use was the rule? Do you have any idea how crazy you are? يرن الهاتف بعدها يطلق أنتون النار على كارسون. في الفيلم يمثل كارسون وليس العالم القديم، حيث أن الجريمة عندها قوانين وهناك طرق للتفاوض. أما أنتون فيمثل العالم الجديد، عالم تحكمه الفوضى. يجيب أنتون على الهاتف ليجد أن لويلين هو المتصل، يخبره أنتون أنه يعرف مكانه وأنه راه في المستشفى. وسبب تواجد لويلين في المستشفى لأنه في مشهد سابق يذهب لويلين إلى فندق وسط المدينة ويكتشف لما فتح الحقيبة جهاز التعقب اللي كان مخبي في المال، لكن اكتشافه للأمر كان متأخر حيث يسمع حركة عند الباب وفجأة يطير عليه قفل الباب. أنتون شوغور راه وصل، يهرب لويلين من نافذة الغرفة وتسرب بيناتهم مواجهة بالأسلحة في الشارع ليقتل فيها رجل خاطئ، لكن لويلين يقدر يهرب ويتعرض كلا الطرفين لإصابات خطيرة. والجدير بالذكر أنه هذا المشهد الوحيد اللي كان فيه لويلين وأنتون في نفس المكان، لأنه طول الفيلم لم يلتقيا وجها لوجه. المهم نرجع للاتصال. أنتون يشرط على لويلين أنه يلتقيه ويجلب معه المال، وإن لم يفعل راح يزور زوجته
ونشوفوا أنتون لما قرب الدم منه رفع رجليه فوق ليرفض لويلين أنه يلتقي بأنتون ويقفل الخط، وكان هنا آخر اتصال بيناتهم. بعدها نشوفوا أنتون يقوم بزيارة الشخص اللي يرسل كارسون والمكسيكيين، ومباشرة لما يدخل المكتب يطلق عليها النار ويوقف عنده ويشوف فيه يموت. يكون معه في المكتب رجل آخر يسأله أنتون شكون هو، Who are you? يقولوا بلي أنه هو فقط محاسب، Nobody. Accounting. ويسأل المحاسب أنتون إذا كان راح يقتله هو You ثانيك. going to shoot me? يجاوب أنتون بكل برودة الأمر يعتمد على إن كنت تراني. That depends. Do you see me? وينتهي المشهد دون أن نعرف إذا قتلوا أنتون أو رحمه. يصور الفيلم أنتون على أنه ليس قاتل محترف ينجز المهمة على أجل المال فقط، بل هو قوة جارفة لا يمكن إيقافها إذا تم إطلاقها. والأمر المرعب في أنتون هو هدوء طول الفيلم حتى في المواقف الخطيرة. ونشوف هذا في مشهد الصيدلية، حيث لما صارت المواجهة بينه وبين لويلين تعرض أنتون لإصابة خطيرة. بما أنه ما يقدرش يروح المستشفى، في الحل أنه راح در قطعة قماش في فتحة بنزين في سيارة وشعل فيها النار. بعدها يدخل الصيدلية. في الوقت اللي يكونوا فيه الناس لاهين مع السيارة يستغل أنتون الفرصة ويأخذ الأدوية اللي يحتاجها. بعدها نشوفوه جالس في غرفة وينزع الرصاصة ويضمد الجرح. مشهد بزاف جرافيك ومن أصعب المشاهد في الفيلم، لكن الأغرب أنه أنتون تقريبا ما يبين حتى ردة فعل ويبقى ملتزم بالهدوء كأنه حرفيا تيرمينيتور. في نهاية الفيلم لويلين للأسف ما يسلكش، ما نعرفوش أسرار الحقيبة إذا أخذها أنتون أو رجع المال. وفي آخر مشهد نشوفه فيه أنتون يكون في منزل زوجة لويلين، حيث يقولها أنه وعد زوجها أنه راح يزورها وأنه أعطاله فرصة كي ينقذها. وهنا أيضا أنتون يطلب من زوجة لويلين أنها تحزر العملة، أي أنها هي اللي تخير مصيرها. This is the best I can do. Call it. لكنها ترفض أنها تختار. I know G was crazy when I saw you sitting there. يعود يسألها لكنها ترفض، ونشوفه في وجه أنتون أنه انزعج. بعدها تقول أنه العملة ليس عندها أي قرار، بل هو اللي قرر إذا كانت راح تعيش أو تموت. I got here the same way the coin did. يقطع المشهد برا البيت وأنتون يتفقد أسفل حذائه، هذه إشارة أنه ممكن جدا قتلها، وراه يتفقد إذا كان هناك دم. بعدها نشوفوه رايح بسيارته، وللمعلومة الممثل اللي مثل أنتون ما يقودش السيارة في الحقيقة. يخرج أنتون من السيارة ورغم أنه كله دم وذراعه مكسورة وحتى نشوف العظم خارج من ذراعه، لكن أنتون يسترجع هدوءه ويطلب من طفل من الحي اللي كان حاضر أنه يعطيه القميص اللي كان لابسه باهي وضعه كحمالة لذراعه مقابل المال. الطفل يرفض أخذ المال في البداية، وشفنا مشهد مثل هذا مع لويلين، حيث لما كان مصاب طلب من شاب أنه يعطيه معطفه، لكن الشاب أصر أنه يشوف المال قبل. نرجع لأنتون حيث ربط القميص على ذراعه ناض وراح قبل ما يوصل الإسعاف كأنه لم يكن موجود من الأساس. الحادثة المفاجئة هذه تبين أنه حتى شخص مثل أنتون شايف نفسه قوة طبيعية وأنه كالإحصار لا يمكن لأي شيء إيقافه. في النهاية يبقى إنسان مثل باقي البشر وتطبق عليه نفس القواعد والقوانين، لكن كيف يتعامل معها هو اللي يصنع الفارق. قتل أنتون 13 إلى 14 شخص في الفيلم، لكن رغم ذلك ما قدرش يقتل هدفه الرئيسي لويلين، بل لم يقابله حتى وجها لوجه. فيلم ناو كونتري فور اولد مان من عنوانه نعرف أن العالم يتغير، وأن كبار السن والناس اللي ما زالت تأمن بالقوانين والضوابط القديمة ما راحش يفهموا هذا العالم وما راحش ينجوا فيه. عالج الفيلم هذه الفكرة مع الشخصية الرئيسية الثالثة الشريف إيد توم بال اللي يتابع هذه القضية ودائما يكون متأخر بخطوة، وهذه آخر قضية ليه حيث راح يتقاعد
وتعب خلاص. هذا الفيلم من الأفلام القليلة اللي تقدر تعيدها كم من مرة ولا تمل منها، ومناسب جدا للناس اللي تحب أفلام الواسترن. وشخصية أنتون شوغور شخصية دخلت التاريخ كأفضل التجسيدات اللي مرت على الشاشة، وصعب جدا أنها تتعاود.